صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو. معاكم مس نيرة مدرسة الدراسات الاجتماعية. هنتكلم النهاردة عن منهج الصف الأول الإعدادي. أول درس عندنا بعنوان ظواهر كونية، يعني هنشوف الظواهر اللي موجودة في الكون والحاجات اللي ربنا خلقها لنا في الكون كله من نجوم وكواكب وأقمار. تمام. في البداية بنقول خلق الله سبحانه وتعالى الكون وأمرنا بالتفكير والتأمل فيه، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، يعني معنى الآية بتقول الآية الكريمة إن ربنا خلق الكون كله وخلق ظواهر كتيرة جدا إحنا ممكن مش على علم غير ب10% بس منها. تمام. طيب، وقال إن إحنا المفروض نفكر في كل حاجة موجودة في الكون، وطبعا المغزى أو الغرض من الدرس إن إحنا نتأمل قدرة ربنا في خلق الكون سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى السماء في ليلة صافية وتأملناها جيدا فسوف نجدها مليئة بالأجسام الفضائية. أجسام فضائية؟ يعني إيه أجسام فضائية؟ طيب، دلوقتي عندي ظهر قدامي صور كتير، أنا مش عارفة إيه الصور اللي ظاهرة دي. عندي مكتوب فوق: يضم الكون العديد من الظواهر الكونية. يعني الكون عندي فيه ظواهر كونية كتيرة جدا زي الموجودة عندي دي. منها ايه؟ منها حاجة اسمها المجرات تتكون من ملايين النجوم، وعندي حاجة اسمها النجوم دي بيدور حواليها الكواكب، وعندي الكواكب بتدور حولها الأقمار. تمام. في بقى حاجات أخرى بتسمى بالسدم والنيازك والشهب. تمام. طيب، هنتخيل ان احنا رحنا رحلة عبر الفضاء علشان نعرف كل حاجة من الحاجات اللي قدامي دي بالتفصيل. هنيجي على أول عنصر عندنا وهي مين؟ المجرات. يعني ايه مجرة يا مس؟ المجرة دي بتحتوي على ملايين النجوم، تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. يبقى تاني أنا عندي المجرة دي مليانة نجوم. ايه ده؟ يعني أنا لما ببص في السماء بالليل بشوف قدامي ايه؟ بشوف نجوم كتيرة جدا. النجوم اللي بشوفها دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن مجرة. يبقى المجرة فيها ملايين من النجوم. طب يا ترى النجوم دي زي بعض؟ لا، ده النجوم دي مختلفة في الأحجام والأشكال والأنواع. تحتوي المجرة الواحدة على الملايين من النجوم زي ما قلنا، بيفصل بينها مسافات كبيرة جدا. يعني بين النجم والنجم التاني مسافات كبيرة جدا. طب ازاي وانا بشوفها قريبين من بعض؟ لا، ما احنا عشان المسافة بين كوكب الأرض وبين النجوم مسافة بعيدة جدا جدا جدا. تمام. طيب، ايه هي انواع المجرات؟ عندي 3 انواع للمجرات من حيث الشكل. تاني، يبقى انا عندي كام نوع من المجرات؟ عندي 3 انواع من المجرات من حيث الايه؟ من حيث الشكل. عندي مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، مجرة غير منتظمة. يبقى تاني 3 انواع من المجرات: مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، مجرة غير منتظمة. طيب، تيجي نشوف المجرة الحلزونية دي. هتحسوا ان شكلها حلزوني. تمام. وطبعا كل دي نجوم، طبعا عندي دي ملايين من النجوم. وعندي المجرة البيضاوية بشكل بيضاوي. شكل ايه؟ بيضاوي، عشان كده سميت بالبيضاوية. عندي مجرة غير منتظمة. يعني ايه؟ يعني شكلها غريب، مش واضح ومش باين. تمام. يبقى دلوقتي انا عندي انواع المجرات 3: مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، مجرة غير منتظمة. طيب، يا ترى المجرة بتاعت كوكب الأرض أنهي واحدة في ال3 دول؟ أول نوع المجرة الإيه؟ الحلزونية. يبقى مجرتنا من النوع الحلزوني وتعرف باسمين. العلماء سموها اسمين، في فريق من العلماء سموها سكة التبانة، وفي علماء تانيين سموها الدرب اللبني. ايه يا ميس سكة التبانة دي؟ عارفين التبن؟ في ناس كتير مش عارفة التبن. ايه التبن ده؟ التبن ده اللي هو البواقي بتاعت القمح بتبقى متكسرة، الفلاحين بيبقوا كسروها. تمام. فبالتالي بيبقى في عندي تبن متكسر كده، فبيسموها سكة التبانة. المجرة بتاعتنا سميت باسم سكة التبانة. ليه؟ قال لأن المجرة تشبه التبن المتساقط في الطريق. تمام. هتحسوا في المنطقة دي كده زي تبن متساقط. تمام. فبيسموها ايه؟ سكة التبانة. طيب، عندي نوع تاني اسمه الدرب اللبني. العلماء سموا النوع التاني او سموا الحلزونة الاسم التاني الدرب الايه؟ اللبني. ليه؟ في علماء قالوا لا، تبن ايه ده؟ مفيش شكل تبن، ده هي شبه اللبن المرمي على الارض او المسكوب على الارض، اللبن اللي واقع. تمام. يبقى دلوقتي علماء سموها سكة التبانة وعلماء سموها الدرب الايه؟ اللبني. طب ليه العلماء سموها بسكة التبانة؟ لانها تشبه التبن المتساقط في الطريق. طب ليه سموها بالدرب اللبني؟ لانها تشبه اللبن الايه؟ المسكوب.
يبقى تاني مراجعة سريعة على المجرات قبل ما نسيبها، احنا عرفنا ان المجرات دي فيها 3 انواع، تمام؟ وعندي النوع الاول اسمه مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، مجرة غير منتظمة، تمام؟ وعرفت ان عندي الانواع دي من حيث الشكل ناخد بالنا. وطبعا اتفقنا ان المجرات تحتوي على النجوم دي مختلفة في الاحجام والاشكال والانواع. طب يا ترى مجراتنا كانت من النوع الحلزوني. طب كان اسمها ايه؟ اسمها سكة التبانة او الدرب اللبني. هنيجي بعد كده لمين بقى؟ للنجوم، تمام؟ النجوم، يا ترى النجوم دي عاملة ازاي؟ النجوم دي يا ميس اللي احنا بنبقى شايفينها في السماء من فوق، تمام؟ نبقى شايفينها قريبين من بعض، بنلاقي في منها المنور ومنها اللي ملوش لون. طيب يعني ايه بقى نجوم؟ النجوم دي عبارة عن اجسام، هي اجسام ايه؟ خدوا بالكم كل المصطلحات والتعريفات اللي هتقابلنا في الدرس هنبتدي بيها هي اجسام. يعني كل حاجة هتقابلنا في الدرس هنسميها بايه؟ هي اجسام. طب يلا نشوف النجوم. قال هي اجسام ايه بقى؟ كبيرة الحجم، اجسام كبيرة جدا، مضيئة، ملتهبة ومتوهجة، تشع ضوءا وحرارة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولوا النجوم دي اجسام كبيره. احنا خلاص عرفنا ان النجوم اللي بتظهر لنا دي بتبقى اجسام كبيره جدا، بس احنا بنشوفها صغيره. مضيئه بتبقى منوره، ملتهبه يعني بتبقى برضو منوره واللهب بتاعها واضح، متوهجه يعني بتلمع، تشع ضوء وحراره يعني بتنور وفي نفس الوقت بتبقى عندها حراره، تمام؟ عندي تتكون النجوم من مواد غازيه. يعني النجم ده المادة بتاعته ايه؟ حجر او صلب؟ لا، ده مادة غازية، تمام؟ بتطلع غازات. النجوم مختلفة الاحجام وبعيدة عن بعضها بملايين السنين. ايه ده؟ يعني النجوم كلها مش حجم واحد؟ لا، هلاقي نجمة صغيرة وهلاقي نجمة كبيرة، هلاقي نجمة اكبر، تمام؟ وبعيدة عن بعضها بملايين السنين. انتوا متخيلين النجمين اللي احنا شايفينهم جنب بعض دول بعاد عن بعض بملايين السنين. واحنا اتفقنا ان في اسرار الكون عرفنا منهم 10% فقط. معقول؟ عارفين يعني ايه 10%؟ يعني جزء بسيط جدا. عارف لما واحد يقولك انت جبت 1/10 او انت جبت 10/100؟ تخيل، انت تقوله ده انت ساقط، دي درجة يا فاشل يا ساقط. لا طبعا، هو بالظبط احنا عرفنا من اسرار الكون 10% فقط، الباقي لسه العلماء ما توصلوش لأي حاجة منها، تمام؟ طيب بعد كده قال ان عندي النجوم بتختلف الوانها حسب درجة حرارتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هلاقي عندي النجوم اكثرها حرارة لونها ازرق، يعني الحرارة بتاعتها عالية قوي ومرتفعة جدا، تمام؟ هلاقي لونها ازرق. طب اقلها حرارة لونها احمر. فرقوا بينهم علشان ما تتلخبطوش، يبقى اكثرها حرارة لونه ازرق. طب والنجم الاقل في الحرارة لونه احمر، تمام؟ يا ترى مين هو بقى اقرب نجم الى كوكب الارض؟ اقرب نجم الى كوكب الارض هو الشمس. ايه ده يا ميس؟ ثواني، هو الشمس من النجوم؟ يعني الشمس من النجوم اللي بنشوفها في السماء هنا؟ الشمس زيهم؟ بس علشان الشمس اقرب نجم لكوكب الارض فاحنا بنشوف جزء منها، تمام؟ يبقى تاني اما يقول لي سؤال اقرب نجم الى كوكب الارض وبيمدنا بالضوء والحرارة، بينور الكوكب بتاعنا وبيدينا الدفء، هو النجم مين؟ نجم الشمس. عندي الشمس هو نجم متوسط الحجم والحرارة بالنسبة لباقي النجوم. يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي عندي النجوم احنا قلنا ان اكثرها حرارة لونه ازرق، اقلها حرارة لونه احمر. طب لون الشمس عندي ايه؟ يعني لون برتقاني مايل للاحمرار شوية. هو بيقول ان هو متوسط الحجم، مش كبير قوي زي النجوم الكبيرة، وفي نفس الوقت حرارته مش مرتفعة قوي بالنسبة لباقي النجوم، وتبعد عن الارض بنحو 150 مليون كيلومتر. تخيلوا الشمس اللي بنشوفها قريبة مننا جدا لما بتطلع بعيدة عن كوكب الأرض بمقدار 150 مليون كيلومتر مربع، تمام؟ بعد كده هنشوف الكواكب. مين هي الكواكب دي؟ مش احنا عايشين على كوكب الأرض؟ طبعا، يبقى الكوكب اللي احنا عايشين عليه هو كوكب الأرض. طب تعالوا نشوف الكواكب عامة بقى، بنعرفها ازاي؟ برضو بدأنا التعريف بهي أجسام، بس قال أجسام صغيرة نسبيا. أجسام صغيرة نسبيا، يعني ايه صغيرة نسبيا؟ يعني صغيرة نص نص، يعني وسط، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، صغيرة نسبيا بس أصغر من النجوم. ايه ده؟ يعني الكوكب اللي احنا عايشين عليه كله أصغر من الشمس؟ تخيلوا، يعني الكوكب اللي احنا عايشين عليه العالم كله والقارات العالم كلها أصغر من الشمس وأصغر من النجوم اللي بنشوفها فوق في السماء صغيرة جدا.
احنا حاجة لا تذكر، احنا عايشين كوكب الأرض حاجة لا تذكر بالنسبة للكون. الكون كبير جدا يا ولاد. تمام. يبقى أنا عندي الكواكب أجسام صغيرة نسبيا يعني وسط، أصغر من النجوم. معتمة، يعني إيه معتمة؟ يعني لا تشع ضوء ولا حرارة، يعني ما بتطلعش ضوء ولا بتطلع حرارة. طيب قال إن هي بتستمد، يعني بتاخد الضوء وبتاخد الحرارة من أقرب نجم تدور حوله. مين هو أقرب نجم بيدور حوالينا؟ هو الشمس، زي ما احنا قلنا نجم الشمس. يبقى تاني الكواكب قلنا هي أجسام صغيرة نسبيا، أي أصغر من الإيه؟ من النجوم، يعني صغيرة نص نص، أصغر من مين؟ من النجوم. المعتمة يعني ضلمة، لا تشع ضوء ولا حرارة. طب إزاي والكوكب بتاعنا بيبقى منور بالنهار؟ ما هو عشان بيبقى بيستمد الضوء والحرارة منين؟ من أقرب نجم تدور حوله اللي هو الشمس. طيب هي يا ترى تدور الكواكب حول النجوم بفعل الجاذبية. يبقى الكواكب بتدور حوالين مين؟ النجوم. يبقى كوكب الأرض بيدور حوالين مين؟ الشمس. مش الشمس نجم، يبقى احنا بندور حوالين مين؟ الشمس، بفعل حاجة اسمها الجاذبية. الايه؟ الجاذبية. يبقى الكواكب بتدور حوالين النجوم بفعل الايه؟ الجاذبية. بيبقى في جاذبية من الكواكب للنجوم في مسارات محددة تسمى مدارات أو أفلاك. مدارات أو أفلاك بيضاوية الشكل، يعني الشكل اللي بيدور فيه الأرض حوالين الشمس بيبقى شكل إيه؟ بيضاوي. شكل إيه؟ بيضاوي. دي بالنسبة للمسارات. طيب بعد كده قال من أمثلة الكواكب هو كوكب الأرض، زي ما احنا قلنا كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، وطبعا بيستمد الضوء والحرارة من مين؟ من الشمس. تتكون بعض الكواكب من مواد صخرية والبعض الآخر من مواد غازية. يبقى دلوقتي أنا عندي كواكب ليها نوعين، عندي كواكب صخرية من الصخور صلبة، وعندي كواكب من المواد الغازية. تمام. أما بالنسبة للنجوم، فاكرين النجوم كانت إيه؟ كانت مواد غازية. طيب طبعا عندي شكل كوكب الأرض. تمام. وعندي هنا الصورة دي بتوضح لي ايه بقى؟ بيوضح لي نجم الشمس. طبعا ده كله نجم مين؟ الشمس. شوفوا يا ولاد نجم الشمس قد ايه والكرة الأرضية قد ايه. الكرة الأرضية بالنسبة له صغيرة جدا. تمام. الكرة الأرضية بتدور في حاجة اسمها ايه؟ مدارات أو ايه؟ أو أفلاك بيضاوية الايه؟ الشكل. ركزوا على الشكل ده كده هتلاقوا شكل ايه؟ بيضاوي. يبقى احنا بندور حوالين الشمس في مدارات أو أفلاك بيضاوية الايه؟ الشكل. هنيجي على مين بقى؟ الأقمار. القمر الجميل اللي بنبقى شايفه منور بالليل. ايه هي الأقمار؟ احنا اتفقنا في التعريفات اللي هنبتدي بيها في الدرس او اللي هناخدها في الدرس، هنبتدي بكلمة ايه؟ هي أجسام. هي أجسام. طب يا ترى الأقمار بقى أجسام ايه؟ أجسام صغيرة ولا كبيرة؟ قال لا، هي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب. أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب. يبقى أنا عندي الأقمار دي أجسام إيه؟ معتمة، يعني ضلمة، أصغر حجما من الكواكب، بتبقى أصغر شوية من الكواكب زي كوكب الأرض، تدور حوالين الكواكب وترتبط معها بالجاذبية. يبقى الكوكب بيبقى جاذب حواليه قمر. تمام. زي القمر ده، والقمر ده هو التابع الوحيد لكوكب الأرض. يبقى تاني الأقمار هي أجسام معتمة، يعني مش منورة، أصغر حجما من الكواكب، بتبقى أصغر شوية من الكواكب وتدور حولها وترتبط معها بالجاذبية. تمام. طيب من أمثلة القمر الذي يدور حول الأرض. يبقى من أمثلة الأقمار، ما يقول اديني مثال على قمر، هقول له طبعا القمر اللي بيدور حوالين مين؟ حوالين الأرض. طيب في يا ميس كده حاجة غريبة، حد هيقول لي ازاي يا ميس حضرتك بتقولي الأقمار أجسام معتمة ضلمة وأنا ببقى شايفها بالليل منورة ما شاء الله، والقمر بيبقى جميل ومنور كده؟ في سؤال هيجي لي يقول لي يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من أنه جسم معتم. ليه القمر بنشوفه منور بالليل مع أنه أصلا في التعريف بتاعه قلنا أنه هو جسم معتم؟ الإجابة إيه بقى؟ الإجابة لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تاني، يبقى الإجابة لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط إيه؟ عليه. تعالوا بصوا معايا كده على الصورة دي. أنا طبعا هنا قدامي دي الشمس. تمام. الشمس مطلعة أشعة لمين؟ لكوكب الأرض. ده عندي كوكب الأرض. فبالتالي لما طلعت أشعة على كوكب الأرض، نص الكرة الأرضية بقى عنده إيه؟ نهار. طب النص التاني؟ لا، النص التاني مش واصل له شمس، يبقى عنده إيه؟ ليل. طيب برضو عندي الشمس مطلعة أشعة هنا لمين؟ للقمر. تمام. فبالتالي القمر الجزء اللي قدام الشمس نور، والأشعة انعكست على مين؟ على كوكب الأرض، الناحية اللي هي عندها ليل. يبقى بالتالي الناس اللي هنا
في الليل شايفين القمر ايه؟ منور. شايفينه منور ليه؟ لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. ضوء الشمس اللي جاي هنا نازل على القمر عكس الضوء بتاع الشمس، فبالتالي ظهر لنا ان القمر ايه؟ منور. تمام؟ يبقى ما يجيلي سؤال في الامتحان يقول يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من انه جسم معتم، هقول لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طب سريعا نفتكر الاقمار كانت ايه؟ كانت اجسام معتمة اصغر حجما من الكواكب تدور حولها وترتبط معها بالايه؟ بالجاذبية. وعندي من امثلة الاقمار القمر الذي يدور حول الايه؟ حول الارض. طيب هنيجي بعد كده على حاجة اسمها ايه بقى؟ السدم. تمام؟ السدم، ايه السدم دي يا مس؟ هي مجموعة هائلة. مجموعة هائلة من ايه؟ مجموعة كبيرة جدا من الأجسام الغازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. ايه ده يا مس يعني ايه؟ بصوا كده على الصورة اللي هنا دي. تمام؟ ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان في انفجار نجوم، فلما النجوم انفجرت عملت حاجة اسمها ايه؟ سدم، اللي هي ظهرت لي على شكل سحابة من الغبار. يبقى تاني السدم دي مجموعة هائلة، مجموعة كبيرة. مجموعة كبيرة من ايه؟ من أجسام غازية. تمام؟ تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. انا ايه اللي ظاهر لي هنا؟ ظاهر لي عادي كأن شكل مثلا غبار او تراب. تمام؟ متفاعل مع بعض وانا مش فاهمة هو ده بسبب ايه. هو ده حصل بسبب انفجار النجوم. يبقى تنشأ السدم في غالبيتها نتيجة انفجار النجوم. مش النجوم دي كان قلنا ان هي من مواد غازية، يبقى بالتالي السدم مجموعة هائلة من أجسام غازية، لأن السدم حصلت بسبب انفجار الايه؟ النجوم. طيب نرجع للسدم تاني، نراجع عليها مراجعة سريعة. يبقى قلنا السدم هي مجموعة هائلة، مجموعة كبيرة جدا من أجسام غازية ظهرت لي في السماء على شكل سحابة من الايه؟ من الغبار زي ما ظهر في الصورة هنا. وقلنا ان السدم بتنشأ بسبب انفجار او نتيجة انفجار مين؟ زي ما عرفنا انفجار النجوم. طيب هيجيلي بقى كده سؤال جميل في الامتحان. تمام؟ بيقولي قارن بين النيازك والشهب. ايه يا ميسي الحاجات الغريبة دي؟ ده اكيد صعبة. لا مش صعبة خالص، دي سهلة جدا. يعني هناخد دلوقتي حاجة اسمها نيازك وحاجة اسمها ايه؟ شهب. طيب يعني ايه نيازك؟ النيازك برضو هنقول هي اجسام. هي ايه؟ هي اجسام فضائية صلبة، اجسام جاية من الفضاء. تمام؟ والاجسام دي صلبة. تمام؟ طيب مختلفة الحجم، هلاقي نيزك كبير جدا ونيزك صغير، نيزك اصغر، نيزك صغير، وهكذا. يبقى الاحجام بتاعتهم ايه؟ مختلفة مش زي بعض. تمام؟ عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض ترتفع درجة حرارتها. اول ما النيازك دي تدخل في الغلاف الجوي للارض، قبل ما تدخل لنا، قبل ما توصل للارض، اللي بيحصل لها بترتفع درجة حرارتها. تمام؟ وتحترق جزئيا. يعني ايه؟ اول ما ترتفع درجة حرارتها بتحصل لها ايه؟ احتراق، بتحترق. طب عملية الاحتراق دي بتتحرق كلها؟ لا، بتتحرق جزئيا، جزء منها بس. ايه ده؟ طب الجزء التاني بيروح فين؟ وما يتبقى منها يسقط على سطح الارض، بيوصل لنا. ايه ده معقول؟ يعني انا ممكن ابقى قاعده الاقي نيزك نزل كده جنبي؟ مش بعيده. يبقى دلوقتي النيازك قلنا هي اجسام فضائيه صلبه. تمام؟ لازم اقول التعريف بالتفصيل علشان اخد الدرجه كامله. يبقى اجسام فضائيه ايه؟ صلبه، مختلفه الحجم، حجمها مش واحد، الاقي واحد صغير واحد كبير زي ما اتفقنا. عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض، اول ما بتلمس الغلاف الجوي للارض اللي بيحصل لها بترتفع درجه حرارتها. تمام؟ وتحترق، بس بتحترق ايه؟ جزئيا. طب الجزء اللي باقي بيوصل لنا فين؟ على سطح الايه؟ الارض. طيب هنيجي بعد كده على مين؟ الشهب. الشهب حاجة زي النيازك كده بقى، هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. الشهب دي قلنا برضو هي أجسام فضائية صلبة. ايه ده يا ميس؟ دي زي النيازك. بالظبط، النيازك قلنا أجسام فضائية صلبة، والشهب قلنا أجسام فضائية صلبة. بس في النيازك قلنا مختلفة الحجم، علشان مختلفة. طب في الشهب قلنا صغيرة الحجم. شوفوا صغيرة ازاي ومش باينة لنا. تمام؟ عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها. ايه ده نفس التعريف، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها. تمام؟ في النيازك قلنا بتحترق جزئيا. طب في الشهب بقى بتحترق كليا. ايه ده؟ خلاص يعني بتتحرق، بتختفي، مكونة سهاما ضوئية نراها تجري في السماء. مش بنشوف اي حاجة من الشهب غير ايه؟ عبارة عن سهم كده من الضوء بيمشي ونلاقيه اختفى خلاص.
تمام. يبقى دلوقتي لما يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي قارن بين الشهب والنيازك، هقول النيازك هي مين؟ اجسام فضائيه صلبه. تمام. مختلفه الحجم، برافو. عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض ترتفع درجه حرارتها وتحترق جزئيا، وما يتبقى منها يميس بيوصل فين؟ على سطح الارض. طيب الشهب قلنا ان هي برضو اجسام فضائيه صلبه، برافو، بس كان حجمها صغير. عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق، بس تحترق كليا. يعني الشهب بتحترق كليا، بس بنشوفها في السماء على شكل سهاما ضوئية نراها تجري في السماء. تمام. طيب تعالوا كده نبص على الصورة اللي قدامنا هتوضح أكتر عملية الشهب والنيازك. أنا دلوقتي كده ده عندي نيزك موجود هنا في الشكل ده نيزك. النيزك بدأ يدخل وداخل على الغلاف الجوي الازرق ده كله. الغلاف الجوي للارض هو اللي بيحمل الارض. تمام. طيب وده نفسه ده كوكب الارض، والازرق ده مين؟ هو الغلاف الجوي للارض. طب يا ترى النيزك وهو داخل كده ايه اللي بيحصل له؟ بيحترق. تمام. بيرتفع درجة حرارته أول ما بيلمس الغلاف الجوي. شوفوا إيه اللي حصل له عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض. ترتفع درجة حرارتها وتحترق جزئيا. الجزء التاني راح فين؟ موجود هنا. تمام. وممكن يدخل طبعا على كوكب الأرض بكل سهولة عادي جدا. تمام. طب يا ترى يا ميس لو نيزك وصل للأرض إيه اللي هيحصل؟ هنشوف دلوقتي. في معلومة مهمة بتقول إيه بقى؟ يعتبر النيزك النوع الوحيد من الأجسام الفضائية الذي يصل إلى الأرض. مش إحنا دلوقتي عرفنا الفرق بين الشهب والنيازك؟ طب يا ترى الشهب بتوصل لنا؟ لأ، إحنا بنشوفها في السماء على شكل سهام ضوئية. طيب النيزك؟ لا، النيزك ده النوع الوحيد من الأجسام الفضائية اللي بيوصل لكوكب الأرض. يعني نبقى عارفين إن الحاجة الوحيدة اللي ممكن توصل للأرض من الفضاء الواسع كله هو مين؟ النيزك. تمام. طيب ممكن يجيلي كده سؤال في الامتحان بيقول لي هو ايه اللي ممكن يحصل لما نيزك كبير الحجم يسقط على كوكب الأرض؟ ايه ده؟ ممكن يعمل ايه؟ ده هيعمل بلاوي. هيعمل ايه بقى؟ ماذا يحدث إذا سقط نيزك كبير الحجم على سطح الأرض؟ ايه اللي هيحصل؟ قال عندي هيحدث حفرة عميقة. تمام. هيعمل عندي هيعمل عندي حفرة كبيرة جدا. تمام. أو دمار كبير جدا، وخصوصا لو كانت منطقة سقوطه مأهولة بالسكان. يعني لو النيزك ده نزل في حتة فيها سكان ومصانع وبشر ومستشفيات ومدارس، المكان ده هيتدمر بالكامل. تمام. يبقى هيحدث حفرة عميقة أو دمارا كبيرا لو كانت المنطقة دي مأهولة ومليانة بالسكان. تمام. وطبعا عندي ظاهر في الشكل اللي قدامي الصورة طبعا هنا باين لي ان هي حفرة صغيرة، بس هي مش صغيرة، هي حفرة كبيرة جدا، بس الصورة متاخدة من مساحة بعيدة او من مسافة بعيدة. تمام. طيب في اخر الدرس عندي بقى بيقول ايه بقى؟ على الرغم مما وصل إليه العلم يعتقد العلماء أنهم لا يعرفون من أسرار الكون إلا نسبة قليلة فقط. إيه ده معقول؟ يعني كل اللي احنا أخدناه في الدرس ده يميس الشهب والنيازك والسدم والكواكب والنجوم والأقمار، كل ده حاجة بسيطة جدا. مش احنا قلنا في أول الفيديو إن احنا مش عارفين غير 10% فقط من خبايا وأسرار الكون. تمام. طب الباقي هو مستني بقى علماء يستكشفوه. تمام. يبقى قلنا على الرغم مما وصل إليه العلم، العلماء مفكرين إن هم ما يعرفوش أي حاجة عن أسرار مين؟ الكون، إلا نسبة قليلة فقط. تمام. أما الباقي فهو مستني بقى اللي يبقى يكتشفه أو مستني اللي يبقى يعرفه. تمام. وكده احنا وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا، وأتمنى إن الجميع يكون فهم. استنوني بدرس جديد إن شاء الله. مع السلامة.